ده روتين يومي النهارده، وحرفيا انا محتاسه جدا في لانش بوكس، ودي اكتر فقره بتبقى صعبه عليا في المدارس. انا فعلا ما ببقاش عارفه احط له ايه. بس انا قمت النهارده وما كانش عندي اي حاجه فعلا اعملها في البيت الحمد لله، لان انا كنت عامله روتين عميق للشقه يوم بس روقت الليفنج مكان ما كنا قاعدين، وكالعاده دي احلى فقره بالنسبه لي وانا برش المعطر وشايفه الشقه نظيفه قدامي. ودخلت المطبخ وانا مقرره ان انا هعمل مخبوزات بحبها قوي، ولو انتم ما تعرفونيش فانا بعشق حاجه اسمها مخبوزات، عشان انا مع اي حاجه هتسهل عليا حياتي فانا جبت العجان الصغنن دوت عشان خاطر يساعدني في المخبوزات. العجان من براند هوساكي وعليه ضمان سنتين، 4 لتر، فهيكفي كده اسره صغيره، او لو انت بتحبي تعملي حاجات بسيطه مش حاجات بكميات كبيره، او لو انت مثلا عروسه وعايزه تشتري عجان ولسه خبرتك فيه قليله. العجان 400 واط وبيجي معاه غيار للبيض كمان، يعني ينفع مضرب بيض، يعني ممكن تعملوا بيه كيكه او تخفقوا بيه الكريمه، غير طبعا المضرب بتاع العجان دوت كمان ينفع تستخدموا الجزء بتاع المضرب ده لوحده من غير كمان الحله بتاعته ستانلس بتلف 360 درجه، وعايزه اقول لكم قوته ما شاء الله انجزني جدا، وحرفيا رحمني من العجن وان العجينه تبوظ مني زي كل مره. وهنا انا كنت مقرره اعمل ميني بيتزا وانا بحبها قوي واحلى بكتير من بتاعه الافران وانضف بكتير، وعايزه اقول لكم ان انتم من 3 كوبايات دقيق هتعمل معاكم كميه كبيره قوي، هتنفعكم في الفطار او في العشاء بالليل لو عايزين حاجه خفيفه، وطبعا هتنفعكم جدا في اللانش بوكس. انا كمان ما بحطهاش في الفرن، بحطها 10 دقائق بالظبط في الاير فراير على 180 درجه، وحرفيا في 10 دقائق ويمكن اقل بتطلع زي ما انتم شايفين كده، هشه وريحتها هتقلب البيت كله. اكيد عمرها ما هتحلى من غير كوبايه شاي بلبن جنبها. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم قولوا لي في الكومنتس، هشارك معاكم باقي الوصفات اللي انا هعملها لللانش بوكس.